السلام عليكم، معاكم شيماء عادل ودي قناتي. ولو اول مره تشوفوني يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. شايفين بقى مربى الجزر الجميله البيوريه العسل دي؟ هنعملها مع بعض النهارده في البيت بكيلو واحد بس من الجزر. هتطلعي كل كميه الجزر دي وبدون مواد حافظه وطعمه زي الجاهز واحلى كمان. معايا هنا كيلو من الجزر مغسول كويس قوي ومتقشر، مقشراه بالمبشره اللي لونها اخضر دي. مبشره هي ارخص مبشره ممكن تجيبيها، بس بجد نينجا تحفه في التقشير. تقشير البطاطس والجزر، اي خضار بتقشريه تحفه. رخيصه بس احلى واحده انا جبت مقاشر كتير قوي بس دي احلى واحده فيهم. بص بتطلع بتشيل القشر رقيقه قوي بحيث ما تهدرش في الجزرايه، وكمان سهله ومش بتعور الايد. بعد ما قشرت الجزر ببشره بقى. وطبعا انت براحتك بقى، عايزه تقطعيه قطع، عايزه تبشريه، عايزه تحطيه في المبشره الكهرباء، براحتك خالص. اهم حاجه يتقطع علشان ينزل ميته لما نحط عليه السكر في التلاجة. هنا المبشره دي طلعتهولي مبشور كده بس قطع طويله. بشرها غير المبشرة التانية. في مبشرة تانية ديت عشان صغيرة مش هتنجز معايا طبعا. هي حلاوتها بس في التقشير ان احنا نقشر بيها الخضار، انما التانية الحديد بقى الكبيرة دي هي تحفة في البشر. هجيبها دلوقتي وهكمل بيها الكمية كلها. طبعا دلوقتي موسم البرتقال، فاحلى مربى دلوقتي تتعمل الجزر بالبرتقال. ومربى البرتقال برضو لوحده بتبقى حلوة قوي قوي، ما بتاخدش سكر كتير، وكمان مغذية وفيتامين سي ومفيدة قوي علشان الأطفال. ف... فتحفة يعني. ومش هنحط عليها ملح ليمون نحفظها ولا أي حاجة، السكر بس. نعمل كمية بكمية. الجزر بقى موجود طول السنة، بس في الوقت ده نعمل الجزر بالبرتقال. البرتقال البلدي دلوقتي موجود، فنعمل أحلى مربى جزر بالبرتقال دلوقتي. خلص الكمية كلها بنفس الطريقة، مش بتاخد وقت خالص. هو كيلو بس من الجزر، وما شاء الله كيلو الجزر بيطلع كمية محترمة يعني. عمل لي حوالي برطمانين كبار، فحلو قوي عليه. حوالي برتقانتين او 3 يطلعوا لي عصير بس. بص بعد ما خلصت البشرة بتاعته حلوة قوي. هنا بعد ما يستوي ممكن ما تضربوش في الخلاط خالص ويطلع بالشكل ده، بيبقى حلو جدا. بدأت احط عليه بقى السكر. حطيت كيلو الجزر بياخد نص كيلو سكر. حوالي كوبايتين من السكر. بقلبه بس كده بحيث يمتزج السكر مع الجزر. لما ادخله التلاجة ينزل المية بتاعته كلها، وبعد كده ابدأ احطه على النار علشان ما بضيفلوش مية على النار خالص. هنا بقى هغطيه وادخله التلاجة حوالي مش اقل من نص ساعة على ما ينزل ميته. هنا معايا 3 برتقانات. قبل ما هعصرهم هاخد القشر بتاعهم على المبشرة كده. هاخد القشر بس الاصفر اللي بره ده، ما بنوصلش للابيض اللي جوه لان الابيض بيمرر الاكله. بناخد بس القشر اللي بره اللي لونه اصفر ده، دول كفايه قوي. خلوا المربى طعمها تحفه. وبعد كده هعصر البرتقال معايا. طبعا لو عندك عصاره بالكهرباء هتبقى حلوه قوي، انما هم 3 برتقانات مش مستاهلين. هعصرهم كده يطلعوا لي بس كوبايه. كل اللي محتاجاه على كيلو الجزر كوبايه برتقال واحده بس، والبشر بتاع قشر البرتقان وعصير البرتقان بنضيفه على الجزر بس بعد ما يطلع من التلاجة. هنا بعد حوالي نص ساعة كان نزل المية بتاعته كلها والسكر داب معايا. ابدأ بقى احطها في الحلة اللي انا هرفعها على النار، واضيف له كوباية عصير البرتقان وكمان البشر بتاع البرتقان. يستحسن ان احنا نبشر طبعا البرتقان قبل ما نعصره، لان احنا لو عصرناه مش هنعرف بعد كده نطلع البشر بتاعه ومش هيبقى سهل معانا خالص. هنا كوبايه عصير برتقال مبضيفلوش اي ميه او اي حاجه خالص، هو نزل الميه بتاعته. وبعد كده برفعه على النار يغلي بس كام غلوه، وبعد كده بهدي عليه. بياخد معايا حوالي ساعه لحد ما يستوي معايا خالص. وبعد السوا بعصر حوالي نص ليمونه على المربى بتاعتي، وبعد كده بسيبها تغلي حوالي 5 دقايق، وبعد كده بطفي النار. طبعا الليمون مادة حافظة، ولو المربى بتاعتك قعدت شوية في التلاجة مش هجرى لها أي حاجة. هنا بعد ما بردت شوية وضربتها في الخلاط. أنا بحبها بيوريه زي الجاهزة بالظبط. ريحة البرتقان وبشر برتقان تحفة، وبيخلي ريحتها مميزة كده، وغير غير مربى الجزر العادية خالص. ريحتها وطعمها حلوين قوي قوي. جربوها هتعجبكم. بعبيها بعد ما تهدى خالص في البرطمانات. طبعا نص ليمون هيحفظها معايا، وتحطيها في تلاجتك تفضل عندك سندوتشات فطار والعشاء. منجزة وكمان سريعة، وكمان مغذية جدا جدا.
يلا جربوا الوصفة دي، ولو عجبتكم ما تنسونيش بلايك عشان الفيديو يترفع، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله.